السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عم الأوتاكو. النهاردة أنا جبت لك الفصل الجديد من حكاية فانرايد ده، فيعني من غير كلام كتير كده هو تجهز في شارك ومصلياتك وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية أو نكملها. يعني نكمل حكايتنا لما العصابة بتاخد بالها من فانرايد ده، ووقتها واحد منهم بيهجم عليه، بس فانرايد بكل سهولة بيقدر اللي هو يتفادى الضربة وبيديله بعد كده ضربة صغيرة كده على وشه. بس المشكلة ان وشه كله بيتعور وبيقولوا ده انت هتمثل يا عم، دي ضربة صغيرة بس. ووقتها بقى العصابة بيتعصبوا من اللي فانرايد عمله، وواحد تاني بيهجم عليه، بس وقتها فانرايد برضه اللي بيقدر اللي هو يصد الضربة وبيديله بس كده رجل على السريع عشان يعني مش يعور زي التاني. وواحد كمان برضه بيهجم عليه، بس فانرايد بيقدر اللي هو يمسك الرمح بتاعه وبيديله ضربة في بطنه. ايه الضعف ده؟ هم مسميين نفسكوا عصابة، بس الضربة ديت يعني بتكون قوية شويتين، والواد وقتها بيكون قاعد بيتألم من الضربة، وفانرايد بيقول له اللي هو بيعتذر ليه. ووقتها واحد تاني بيهجم عليه من وراه وبيقول له ايها الواخد، بس وقتها فانرايد برضه بيقدر اللي هو يصد الضربة وبيديله بظهر السلاح على زوره، وزي الناس برضو التانية بيترمي على الأرض. فانرايد وقتها بيقول بحقكم يا رفاق أنا مش عاوز أتقاتل هنا، وبيقول لهم جزاؤكم من جنس أعمالكم. ووقتها فانرايد بيقول صحيح أنا كنت جاي هنا بسبب طائر كوبالت. وقتها الزاعم بيبقى يجي من وراه وبيكون لسه يا دوبك بيهجم عليه، بس فانرايد بيقدر اللي هو يصد الضربة. وقتها الزعيم بيقول انت فعلا مش بتحمي ظهرك. ووقتها فانرايد بيفتكره وهو ده الشخص اللي كان سرق محل الراجل، وبيقول وقتها خلينا اعرف عن نفسي، انا المدير الفرعي لهذه النقابة ساب ماسو. اكيد انت سمعت بالاسم ده قبل كده. ووقتها فانرايد بيقول لا انا مش فاكر الاسم دوت، انا عمري ما سمعت بيه الصراحه. وماسو وقتها بيقول له انا فاكرك، انت اللي كنت اصطدمت بيا في المدينه مش كده؟ وقتها احنا كان لازم نقتلك وخلاص. وقتها فانرايد بيقول انت فعلا بتستخدم اسلحه رديئه، انت مش لص اساسا كده. ووقتها ماسو بيقول استمر في الثرثرة ايها المبتدئ، بالرغم من انك بتتعلم ازاي تقاتل فانت تقريبا محظوظ اللي انت معاك السلاح دوت. ووقتها الراجل بيقول انت عارف اساسا الاسلحه ديت احنا بدنا نعمل مهمات عشان هي تجينا. وقتها فانرايد بيقول فعلا انا اول مره اعرف الموضوع دوت. ووقتها الراجل بيقول ايها الواقع انا ممكن اعرف انت مبتدئ من ايه ومن معداتك، وبيقول له الدرع اللي انت لابسه دوت انت اكتسبته لما انت بقيت مركب، ومع ذلك فان سلاحك نادر للغايه. سبب السلاح دوت تصنع القوة، شكلك كده أول مرة تقتل مغامر زيي. هو ده بيطلع سكاكين كده غريبة وبيقدر فعلا هو يستخدمها بس بإيده، وبلوحة من إيده بتهجم عليه، بس فانرايد بكل سهولة بيقدر اللي هم يصدهم كلهم. ووقتها ماسو بيقول لما الموضوع بيكون ليه علاقة بتقاتل المغامرين فلو وظيفتك مكشوفة للشخص اللي قدامك فيكون الأمر لصالحه، فوظيفتك هي المركب وانت بتعرف تركب العناصر، فكل اللي عليا ان انا اتتبع حركات سيفك، بس انت لا تعرف مستوايا ولا تعرف المهارات اللي انا بستخدمها. هو ده فانرايد بيقول مش انت لسه برضو؟ والراجل بيقول لا انا مستدعي يا عم، الله يخرب بيتك اديك قلت قدرتك وهيفشخك. هو ده فانرايد بيقول لو انا ضربت الحريش في النهب فانا كده الموضوع مش هيبقى حلو ابدا، خلينا نخلص الموضوع ده بسرعه. ووقتها فانرايد بيهجم على ماسو، اول ما بينطلق عليه بيلاقي حاجه غريبه، ايوه مساعدين ماسو قاموا من تاني. هو ده فانرايد اول ما بيشوفهم بيعرف ان هم يعني هيهجموا عليه، وانا كده مش عارف اخلص الموضوع بسرعه. والواد دوت وقتها بيهجم عليه، بس فانرايد بيتشقلب وبيقدر اللي هو يعني يتفادى الضربه. وقتها بيكون بيطلع سلاحه، بس هو بيطلع سلاحه بالغلط يعني بيضرب مكان مش حلو في ماسو. وقتها ماسو بيحس بأقوى ألم حسه من لما ولدته أمه، وحرفيا صراخه بيكسر المكان باللي فيه. وقتها ماسو بيترمي على الأرض، ووقتها الدعاء بدأ انهم ينادوا عليه ايها النائب ايها النائب ايها النائب. ووقتها فانرايد بيقول ودلوقتي شكل القتال خلص، لو انتوا مش عاوزين نفس المصير القائد بتاعكو فورون يلا في الريش طائر الكوبالت. وكده يعني يكون خلص الفصل بتاعنا، اتمنى يعني يكون عجبكم، ولو عجبك قولي رايك في الكومنتات، وكمان حط لنا لايك كده اهو على السريع يعني ظبطنا كده اهو.
ويعني احنا عاوزين نتظبط كده اليومين دول عشان اللايكات والمشاهدات مش حلوة قوي يعني. فانت يعني كده تحط لايك واشتراك عشان يعني القناة والفيديوهات توصل لغيرك. المهم يعني كده اكون خلصت كلامي. لو انت مشتركش لحد دلوقتي فاشترك، ويلا سلام يا ابو الاوتاكو.